تقدرش تهضر. شنو الموضوع ديالنا واللي هو مهم، وكنتمنى ان الجميع يبارطاجي هذا الفيديو، لان هذا الفيديو غادي نحطو فيه المشاهير امام جريمه خطيره اقترفها في حق من؟ في حق رئيس النيابه العامه. هذا لا سلطه في القضاء، رئيس النيابه العامه. أول نسمعوا ليه ومن بعد نعقلوا. استمعوا. أنا كنسول رئيس النيابة العامة، هل يسمح لمحامي في خصومة قانونية مع شخص في المحاكم أن يشهر به في السوشيال ميديا؟ سؤال والله لئن لم أحصل على جواب لأفجرن مع الجميع. اخبط الطبلة. لا أفجر. هنا كيهدد السيد رئيس النيابة العامة، بل والأنكى من ذلك. دابا تخيلوا معايا تطاول ديالو على رئيس النيابة العامة، والأنكى من ذلك كما قلت لكم تقول نتوما ما صالحينش. نسمعوا باش تفهموا كلشي. ما كايناش في شي دولة أن بلي رئيس النيابة العامة يقف عاجز، وزير العدل يقف عاجز، نقيب الولاء يقف عاجز، هؤلاء كلهم عاجزون عن اتخاذات إجراءات قانونية. لا فائدة منكم تخاصم مع المرأة. لا فائدة من النقيب، واعتذر له السي عزيز اللويبح. لا فائدة السيد رئيس النيابة العامة السي بلوي هشام بلوي. لا فائدة لوزير العدل. وعلى ذكر وزير العدل، السي وزير العدل، كاين شي إساءة أكثر من هذه الإساءة هذه؟ هذا سبك المكسب بها، إلا كانت ميتة الله يرحمها، وإلا كانت على قيد الحياة الله يطول لك في عمرها، هذا سبها. دابا هنا الأمر لا يتعلق بكرامتك هنا الأستاذ. هنا واش الأمر كيتعلق بالكرامة ديالك ولا لا؟ ولا واحد كرامته حق عليه نضربوا عليه مليار، وهاد المشاهير هذا خايفين منه. دابا السؤال، واش خايفين من هاد المشاهير؟ شنو في جهدو يدير هاد المشاهير؟ راه ما عندو ما كيدير، راه يطلب مكبر في الاخر هادي يبد. وكما اقول لكم دائما، حنا ما بقينا كنتيقوا في حتى واحد، بقى جلالة الملك. فإذا كانوا القضاة ووكلاء العامون، وعلى رأسهم السي عبد الكريم الشافعي الوكيل العام بمدينة قنيطرة، الذي أحييه كما أحيي السيد الوكيل العام بمدينة طنجة. إذا كانوا هاد الناس هادو سبوا وتعايروا وتم تهديدهم من هذا البئيس وما قدروش ياخذوا حقهم، شنو غادي نقول انا الذي نعت امي الشريفه بالعاهره وحسبي انني اعرف امي، وحسبي انني دخلت معركه شرف، وان كان المعلوم ان النتيجه ستكون سيئة بالنسبة لي. إن كان المعلوم، اللهم أرنا عجائب قدرتك ولطفك بنا. فهاد السيد هذا معني بكل ما تحمل الكلمة. هاد السيد هذا معني وحقار وظالم ومبتز، كيبتزني ينبقى نحارب أنا الإخوان والأخوات والمغاربة ونحارب الضحايا يا يطلع لي شي حربيه. هاد السيد هذا يقول بانني انا مشيت لمرت خويا، وهذاك الكلام المسخ ديالو ما نتسوقش ليه. واخا نشوف المسائل اللي فيها القضاء. هاد السيد هذا نطق باسمي الكامل ورقم بطاقتي الوطنيه وكذلك بعنواني.
السؤال: من أعطاه هذه المعلومات؟ شكون عطى لهذا الزنديق، شكون عطى لهذا البئيس المعلومات ديالي؟ كنتمنى يتفتح فيها تحقيق. هاد الامور هادي خصك تفتح فيها تحقيق. هذا الا يدخل في اطار افشاء السر المهني. عندك المعلومات ديال واحد الانسان معتبرها هي سر مهني، كتفشيها، كتعطيها للمشهير. لما كتعطيها للمشهير، هذا المشهير هذا اللي من اجل المتابعين في القضايا الجنائيه والجنحيه اصبح يهدد رجال القضاء، والان على راسهم السيد هشام البلاوي. شكون اللي عطى لهاد السيدة القوة هادي؟ شكون؟ كنسالو شكون؟ لا هكا كيحارب لنا جيراندو. مزيان نمشيو معاكم حنا فقط التقدير انه كيحارب جيراندو. سلمنا لكم ولو اننا كنعرفو ما كيحارب لا جيراندو ولا عزانو. واخا سيدي نوضو حنا نحاربو جيراندو سهلة. لا يلوح لنا اطلس هاكرز ندير عليه لايف وندير عليه فيديو عادي ونشتمو حنا هاد جيراندو، على الرغم من ان جيراندو مشاش مخلوق. كيفاش الناقد مشاش شاشمو اطلس هاكرز هادي وحده، ثم شاشمو الحكم القضائي 15 سنة. هذا ما علاقته بجيراندو؟ واش ما كاينش قايل لكم هو الراعي الرئيسي لقناة الظلم والطغيان والتفاهة ديالو؟ مكاينش كلمة على جيراندو؟ مكساهش جيراندو، مكساهش. كما هي عملية استخباراتية نزيدو على العملية ديال هذاك اللي سب جلالة الملك في عرضه. دابا هذا السيد هذا من يحميه؟ سؤال المغاربة كيطرحوه، من يحمي هذا الشخص؟ غتقول لي ما محميش، ما داخلاش العقل. لكن بان كيفاش اللي تدوينا للحبس وهو ما خلى حتى واحد. ونزيدكم انا المصيبه الكحليه باش تهناو. هذا هاجم امير من الامراء والعم الملك. صافي هاجم والعم الملك مولاي هشام. اين هو الوقار الواجب للاسره العلويه؟ فين هو؟ شكون خرج لنا فم المرحاض؟ وانا نحط لكم لقطه وستستمعون. انت مختطف طرشل وفي مكانتك القضية تخشى مع الشرفة ولكن تخشى مع العظماء مرحبا، ولكن تخشى مع الشيخات المولين تخشى مع القواوين، ولكن تخشى مع الشيخات. هادشي كيضرب في القلب، هادشي كيضرب في القلب. تخشى مع الشيخات، تخشى مع الكلام خاسر.